رغم أن الحدود المغربية الجزائرية مغلقة جوا وبرا، فإن التمور الجزائرية أغرقت السوق المغربية، وذلك قبل أيام من حلول شهر رمضان. وفق ما عاينه مواطنون، فإن الأسواق في عدد من المدن المغربية عجت بالتمور الجزائرية من شتى الأنواع والأشكال، خاصة صنف دقلة نور. وتشهد الأسواق المغربية خلال الأيام القليلة التي تسبق شهر رمضان تواجد تمور جزائرية بشكل كبير، لا سيما بالمدن المتاخمة للحدود مع الجزائر، والتي يتم تهريبها إلى الأسواق المغربية رغم خطورتها على الصحة لما تحمله من مواد مسرطنة. مصادر كشفت أن المنتوج المستورد من دول الجوار الذي يغزو الأسواق الوطنية، خاصة المنتوج الجزائري، يتم تهريبه عبر مالي وموريتانيا عبر معبر الكركرات، ويفتقد في كثير من الأحيان لأدنى معايير شروط السلامة والصحة. تعتبر التمور من بين المواد الاستهلاكية التي تلقى إقبالا منقطع النظير من قبل الأسر المغربية خلال شهر رمضان، الأمر الذي يتجدد معه النقاش حول جودة هذه التمور ومدى مراقبة سلامتها الصحية.